السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم في هذا النهار هاد الوصفات هما رائعين جدا، غادي نطرقوا لهم ان شاء الله بالتفصيل. فرشة نتاعها ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا بدينا نوجدوا في الخبز. درنا الخمارة هي الاولى مع 250 مليلتر نتاع الماء دافئ، غادي نزيدوا عليها معلقة نتاع سنيدة، سكر سنيدة صافي، وغادي نزيدوا شوية ديال الدقيق باش يتفاعل مع الخميرة ان شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا الدقيق تفاعل شويه مع الخميره، كيسميوه لو فان. صافي هنا غادي نزيدو ان شاء الله كاس نتاع الزيت ونزيدو دقيق بالتدريج. كما كتشوفوا زدنا الدقيق، غادي نزيدو 500 غرام تاع الدقيق الابيض، ما يعني غير الدقيق الابيض ساهله اقتصاديه بزاف، وفي نفس الوقت غادي يجيكم طري وزوين بزاف. نتمنى تجربوه. هنا صافي غادي نخليوه يخمر، وصافي غادي نمشيو نوجدو ان شاء الله البطاطس المحشيه على شكل قوارب. صافي هنا غادي نوجدو البطاطس، غادي نقسموها على جوج، هذه اول خطوه، ومن بعد غادي نكرطوها شويه من الداخل ونديروها في الاير فلاير تشوى صافي، ونعمروها ان شاء الله بالكفته مع البصل والفلفله. هنا كما كتشوفوا كتجي صعيبه باش تحفروها في الوسط، ولكن من الاحسن تحفروها، حيت الا طابت غادي من بعد غادي ترس. يعني حفروها غير شويه كما راكم تشوفوا، كتدخلوا هذيك الاخرى وكتبقاو تدوروا فيها صافي، كتطلع معكم هكا في الوسط صافي، كتحفروها ان شاء الله. صافي درتهم في الاير فراير يطيبوا يتحمروا ويتشواو، ودركا غادي نوجد نكمل التتمه نتاع هذا الخبز. غادي تزيدوه الملحه وتزيدوا 2 معالق تاع الدقيق، وتبقاو تضربوا 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 باش تطلع معكم العجينه ويدخل فيها الهواء، ودير هكا واحد الفقاعات صافي، تخليوها ان شاء الله توجد على خاطرها صافي. ومن بعد من غادي تخمر المره الجوجه، لحقاش ما خليتهاش خمرت كزاف، صافي كديروا لها بهذه الطريقه بالمعلقه، كتبقاو تضربوها. كنكمل ديك 500 غرام فريمون 500 غرام تاع الدقيق كندخلها في هذه العجينه صافي. هادشي اللي كاين، غادي نخليها تخمر ان شاء الله، ونمشي نوجدوا الحشو نتاع البطاطس، القوارب البطاطس ان شاء الله. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت، بحال راني نوجدو كيكه. غادي ندير الزيت وندير شويه ديال الدقيق، نلبس به هاد الصني صافي، وندير العجينه تاع الخبز طيب. من بعد غادي نوريكم، ونديروا لها من الفوق شويه ديال البيض مع الحليب، يعني بحال راكم توجدوا الكعك بحال هكا، بحال بغيوش. مي هادي غير خبزه عاديه ما فيها حتى حاجه كما شفتوا، غير بالماء والدقيق والملح
يعني ما فيها حتى حاجة، نقلل كاس نتاع زيت. هادشي اللي كاين. صافي كتجي جارية بحال هكا، كتهبطوها في الصني صافي. ومن بعد غادي ندير بيضة مع شوية ديال الحليب ونديرها لها من الفوق باش تجي محمرة وتجي زوينة في المنظر، بلا ما ندير الججلان. ما بغاش ندير الججلان، ما كيعجبنيش. يعني كيجي في البغيوش، يجي في الكعكمي، هدايا خبزة عادية بلا ما نديرو الججلان. صافي الججلان هو السمسم. صافي غادي نديروه من الفوق كما راكم تشوفوا ونخليوها وندخلوها للفران. صافي خمرات، غادي نخليوها غير ترتاح واحد شويه وندخلوها للفران باذن الله. هنايا انتقلنا باش نوجدو الحشو نتاع البطاطس، قوارب البطاطس. كنديرو البصله، كنديرو عليها الزيت، وهذاك البطاطس اللي كرطناها لداخل غادي نقطعوها ونزيدوها على هاد البصل، يعني ما نضيعوهاش. ديك اللي حيدناها من قوارب البطاطس كنقطعوها مكعبات وكنزيدوها على البصل. صافي هنا زدنا داك البطاطس قطعناها مكعبات وزدناها، نزيدو شويه ديال البزار، نديرو بابريكا فيمي، نديرو شويه ديال الكوزا ونخليو هادشي يتقلى مزيان. هنايا زدت الكفته. هاد الكفته كانت ديجا واجده عندي وبقات لي من بقايا. صافي قلت غادي نوظفها باش ما نضيعش، درتها في هاد الحشو. كفته تاع الدجاج كانت عندي واجده، ماشي واجده يعني كنت وجدت بها، درت الكفته مع الارز وبقى لي هادشي ودرته وظفته في هاد الحشوه باش ما يضيعليش. هادشي اللي كاين. هنا غادي نوجدو لاصوص بيشاميل. كما كتشوفوا كنديروا الزبده، كنزيدوا عليها الطحين، كنخليو هادشي يعني يتحمر شويه ويتجمع، ومن بعد نزيدوا عليه الحليب. هذه هي لاصوص بيشاميل. نديرو فيها شويه ديال الكوزا، شويه ديال البابريكا فيمي والبزار. صافي هنا غادي نديرو داك الحشو، نديرو في القوارب نتاع البطاطس كما راكم تشوفوا، ومن بعد غادي نزيدو عليه لاصوص بيشاميل. بعد ما زدناها، بعد ما غادي نزيدوها شويه ديال الفرomاج باش تكرا فينا وتجي زوينه في المنظر. صافي كما كتشوفوا كنديروا هاد لاصوص بيشاميل بعد ما زدناه شويه ديال البارميزان وشويه ديال الغريير. انا الخبيزه كما راكم تشوفوا غادي نقطعها قدامكم، كتجي رائعه جدا فشفشه وزوينه. غادي تعجبكم، جربوها على ضمانتي، غادي تعجبكم بزاف.
وهادو قوارب البطاطس اللي درت فيهم الحشو والكفتة مع البصلة والفلفلة كتجي رائعة. ماشي الفلفلة السيفوني، كاين فيها غير البصلة، فيها الكفتة وفيها البطاطا ديك اللي كانت حيدتها، وغادي ندوقها معكم دركا. صراحة عجبتني، جات رائعة جدا. هنا صافي غادي نمشي، هنا واحد الوصفة أروع من الروعة، غتعجبكم بزاف. فيها بيضة والحليب وشوية ديال الزيت، كديروها البقايا وورق البسطيلة، داكشي اللي كيبقى لكم من البريوات ولي سيجار كديروا له هاد الوصفة كترتاحوا. يعني انا بقات لي من شهر رمضان وما بغيش نرميها، جربت بها هاد الوصفة وجات رائعة. غادي ندير بها بيتزا. غادي كما راكم تشوفوا هنايا فرقتها بعد ما قطعتها، فرقتها هنايا في هاد الصينية وراني درتها على النار. غادي ندير هذاك الحليب مع الزيت والبيض، وغادي نبقى نرمي عليها شي حوايج بحال السموفيمي، الفلفله كما راكم تشوفوا قليتها في ديك المقله الصغيره، فلفله حمراء حتى هي غادي نرميها فوق منها. وغادي ندير لها الزيتون وندير لها الفرماج ونديرها من بعد. غادي نزيد نطيبها في الفران، ضروري طيب في الفران باش تجي مقرمشه وتجي غزاله بزاف ما تشبعوش منها. الصراحه جات رائعه جدا. غادي ديروها في الفران تزيد طيب وتجي روعه. صافي كما كتشوفوا هذه هي البسطيله بورق البسطيله، بقايا ورق البسطيله، الخبز نتاع الدار وقوارب البطاطس وعصير منعش، وان شاء الله يعجبكم.